السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم هاد التحليه اولا الديسير. كتجي لذيذه ومكونات بساطين وتيجي الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتجي زوينه في المنظر ديالها ولا حتى المذاق ديالها راه لذيذه. وكما كتشوفوا هاد الالوان ديال الشكلاط وديال الفواكه ديال الفريز والبنان والكيوي والشكلاط، كما كتشوفوا هاد الكريمه البيضاء كتجي الشكل ديالها زوين وحتى المذاق ديالها راه لذيذه، كتجي زوينه ومختلفه. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش من فضلكم ديروا لايك واشتركوا في القناه. مرحبا بكم الى عجبتكم القناه ديالي والمحتوى ديال القناه. غادي ندوزو ان شاء الله باش نصاوبوا هاد التحليه هذه. كما قلت لكم المكونات ديالها راه بساطين بزاف، ويعني الطريقه ديالها راه سهله. غادي ندوزو ان شاء الله. غادي نحتاجو هنايا في المكونات 2 حبات ديال البيض، غادي نزيد عليهم ساشيه وحده ديال الفاني، غادي نزيد شويه ديال الملحه، غادي نزيد 3 المعالق ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الزيت. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا مزيان. من بعد ما تخلط لي هذا البيض مزيان مع الزيت والسنيده، غادي نزيد هنايا 200 غرام ديال الطحين او 2 كيسان معمرينش ديال الفورس مغربل، وجوج ساشيات ديال الكاكاو كما كتشوفوا معايا، او 2 معالق كبار. غادي نضرب مزيان هذا البيض حتى مع هذا الطحين حتى يتخلط ليا مزيان. غادي نزيد كاس ديال الحليب وغادي نخلط. غادي نزيد الكاس الثاني. صافي غادي نبقى نخلط حتى تفكوا دوك الكويرات ديال الطحين، يتخلط مزيان يندمج ليا هذا الخليط ديال الطحين والحليب والبيض. غادي نزيد نص كاس ديال الحليب. المهم نتوما على حسب النوعيه ديال الطحين، انا درت هنا 2 كيسان ونص ديال الحليب. غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوش ليا الحبيبات ديال الطحين، اولا تخلطوه بالخلاط الكهربائي. المهم انا من بعد ما خلطت هذا الخليط مزيان غادي نغطيه بالسلوفان، وغادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه. ومن بعد غادي ندوز باش نطيب هذا الكريب ديالنا. صافي من بعد ما دازت ربع ساعه نشت هنايا المقله، كندهنها بشويه ديال الزيت غير بالشيته، وكنحط الكريب ديالي يطيب بهذه الطريقه هذه. نقلبوا للجهه الاخرى يطيب من الجهه الاخرى. غادي نعاود ندهن المقله ونحط فيها الكريب نطيبو من شويه بجوج. غادي نقلب الكريب ديالي، غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكميه كامل اللي عندي ديال الكريب. الطريقه راه سهله كما كتشوفوا معايا. صافي انا من بعد ما كملت الكريب ديالي كامل طيبته، هذا هو الشكل ديالو. صافي انا غادي نحتفظ به. هنا غادي نجيب كاسرونه غادي نحط فيها نص لتر ديال الحليب. زدت هنايا 2 معالق ديال السنيده، ساشيه وحده ديال الفاني، و3 المعالق كبار عامرين مزيان ديال النشا، اولا ديروا 4 المعالق ممسوحين ديال النشا ديال الطحين ديال الذره. صافي غادي نخلط هذا الحليب مع هذا النشا يتخلط ليا مزيان، والحليب هنا راه بارد باقي ما شعلتش عليه النار باش يطيب. صافي وغادي نحط الحليب ديالي على النار باش يطيب، ونبقى نحرك باش ما يتلصقش ليا هذا النشا يلصق ليا في الكاسرونه. من بعد ما بدا كيغلي ليا هذا الحليب، هذه الكريمه تقلت، زدت عليها هنايا 6 قطع ديال الشوكولاط الابيض. غادي نحرك حتى يذوب ليا داك الشوكولاط الابيض. هنا جبت هذا المول هذا غلفته بهذا البلاستيك الغذائي، وحطيت هنايا شويه من هذه الكريمه. وغادي نجيب دوك الكريب اللي طيبت كما كتشوفوا، حطيته في دوك الزليفات. قطعت هنايا الفواكه، المهم الفواكه المتوفره عندكم. انا درت الفريز ودرت البنان ودرت الكيوي.
على حسب اللوينات وعلى حسب المهم اللي متوفر عندكم ديروه ديال الفواكه. كنحط شويه من ديك الكريمه وكنحط هنايا الفواكه مقطعاهم بطريفات مربعات صغارين، وغادي نبدا نحط فيها هذا المول تنجمعهم بحال الكموسه بهذا الشكل هذا. ما كنسدهاش يعني غير كنجمعها كتجمع، وكنحط هذا الكريب، كندير شويه ديال الكريمه وكنحط عليه الفواكه وكنحط في هذا المول. غادي نستمر حتى نعمر المول ديالي بهاد الكموسات هادو ديال الكريب. غادي نزيد وحده في الوسط كما كتشوفوا. صافي من بعد ما عمرت المول ديالي كامل بدوك الكموسات ديال الكريب، غادي نزيد عليهم ديك الكريمه اللي بقات، وغادي نزيد عليهم واحد الكريبه من واحد الخبيزه ديال الكريب من الفوق، غادي نمعس عليها باش يدخل ليا ديك الكريمه مزيان بين دوك الطويات ديال الكريب ودوك الجناب. نمعس عليها نهبط مزيان نمعس عليها يعني باش تقاد ليا المول من الفوق. صافي وغادي نغطي عليها بالسلوفان وندخلها للفريكو واحد ساعتين حتى كتبرد مزيان. نخلي الكريمه نخلي سميتو تبرد فوق البوطاجي حتى تبرد يعني حتى تولي بدرجه الحراره ديال المطبخ، وندخلها للفريكو تبرد مزيان. صافي وغادي نحيدها من الفريكو ونحطها هكا كما كتشوفوا في الطبسيل. من بعد ما حيدت لها داك البلاستيك والمول، هنا ذوبت الشكلاط وغادي نكبو من فوق منها بهذه الطريقه هذه ونوزعوا الجناب ديال التحليه. كما كتشوفوا الطريقه ديالها راه سهله وكتجي زوينه في الشكل ديالها، وكتجي حتى المذاق ديالها كيجي زوين لذيذ. كنتمنى تجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق، وما تنساوش لي من فضلكم اللايك، اشتركوا في القناه. مرحبا بكم، وإلا عجبتكم هذا التحليه بارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله. وهذا هو الشكل ديال التحليه ديالنا ديال اليوم، بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه. كما كتشوفوا الشكل ديالها راه كيجي زوين، كتجيو دوك الخطوط تيبانوا بحال الخطوط ديال الكريب، تيبانوا في الوسط ديال التحليه، وداك الطريفات ديال او القطع ديال الفواكه مع ديك الكريمه البيضاء كيجي الشكل ديالها زوين. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه.